هذا الفيديو صار لكم 3 سنين عم تستنوني كرمال اعمله. الجولة الأخيرة من بيف الكالي كالي والهيتمان. طبعا هذا البيف واحد من أقوى البيفات بالسين السوري، وعملنا سابقا تحليل لدسات الجولة الأولى والثانية، واليوم صار الوقت لحتى نعمل تحليل لدسات الجولة الثالثة. فإذا متحمسين مثلي لحتى تسمعوا دسات هي الجولة ونحللها مع بعض، فتابعوا هذا الفيديو للأخير، ولا خلونا نفوت نسمع التراكات، ويلا ليتس جو. السلام عليكم. مثل ما اتفقنا رفقاتي، اليوم رح نسمع كمالة البيف تبع الهيتمان والكالي كالي. طبعا اللي ما بيعرفني بحب لكم انه انا عامل رياكشن على هذا البيف، خلينا على الجولة الاولى والثانية من هذا البيف، وهلا صار الوقت لنعمل رياكشن على الجولة الثالثة. طبعا الفيديوهات كانت كتير من زمان، من حوالي 3 سنين، وانا وقتها كتير شلفته للقصة، وضلت 3 سنين لحتى اعمل الجولة الثالثة. فاليوم خلونا نسمع هي الجولة، بس قبل ما نفوت نسمع ما تنسوني مدعمكم لايك شير، واذا انتم اول مرة بتشوفوني سبسكرايب يا جماعة. وطبعا رح احط لكم رابط الفيديوهات بصندوق الوصف اللي هن عن الجولة الاولى والجولة الثانية، فيكم تروحوا تسمعوهم بعد ما تخلصوا هذا الفيديو طبعا. ولا خلونا نفوت نسمع الجولة الثالثة، ويلا ليتس جو. الفقر مو عيب، بس العيب تقبل فيه، بالذات لما تكون الوحيد لأمك وتبيع ذهباتها بس لتسفرك وتحميك، وبأرض الفرص تفشل وترضى بس بالمعونة اللي بتجيك. تخيل لما جارتكم اللي بتكرهها بركن الدين تتصل وتسألها لا شغل ابو الريمة تقلها لا. بس اسمعي كتب هالراي سكيم، رامي طموحه حلمه يتصنف بالسين، بس الكل بيعرف انه ناخب اول ما حيصير اسمه تافه، ما بيجاري اسمي او حتى درويش او حتى سليم او حتى ابراهيم. كان معنف ظهره انعكف من صغير ينضرب كتير، فلما كبر صار معه اوكي خلونا نحكي شو قصة الانترو هاد. طبعا بالجولة الثانية اول شيء بالجوله الاولى خلينا نقول الهيتمان صور بغرفه صغيره الديس تبعه، فبالجوله الثانيه اجى عايره بهي الغرفه الكالي كالي وقال له انه انت فقير وعندك غرفه صغيره وانت خايف يكون هذا كله البيت ومن هالحكي يعني. فرد بالجولة الثانية رد عليه الهيتمان وقال له انه الفقر مو عيب، وانا عندي عادي بالنسبة لي، ما عندي مشكلة انه يكون عايش بغرفة ومن هاي القصص. فهون بالجولة الثالثة عم يقول له صح الفقر مو عيب، بس العيب انه خلص تضل انه انت فقير وما تحاول انه تتطور، رغم انه اهلك سفروك على حسابهم وامك باعت ذهبات وهيك. طبعا ما بعرف مدى صحة هذا الحكي، ولكن حاب اشرح لكم شو الحكي اللي انقال، وكتير انقال بصراحة انه هذا الحكي مو صحيح، فبس حبيت اوضح هاي النقطة انا. اي روبر قديم بحب لما الاكبر منه يستلموا كرامته يهين، ولما يزعل ينضرب، ما حدا اكتر يراضي بيقول لي لا تحكي على الماضي لان ماضي كيف بدك ترفع السين بهالبيف، وانت قرابة قهواتي راح تشخب والباتل الدنيء الضرب خصم غدرة لانه ما قدر يجاري، والناس فكرت هذا الهيب هوب انت فضيحة هذا السين. حكى للسلام الظاهر وهي المعلومة كاتبة كل رفقاته بيحلفوا انه بعمره ما حمل لافتة، وفي ادلة هي مو بس الاتهامات الملغومة، الجرث طلع على طرطوس حفلة على حساب الحكومة. اوكي هون عم يحكي عنه انه هو بيدعي انه الهيتمان بيدعي انه ثورجي، وبيقول انه هو رفقاته كلهم بيحلفوا انه هو بعمره ما كمش لافته ولا حتى طلع مظاهره، لا ومو هيك، كمان طلع حساب الحكومه عمل حفله. فكمان ما بعرف مدى صحه البانش لاينات، ولكن اغلب الناس بتقول هذا الكلام مو صحيح. بعيب كولو بسب الشهداء، وبارتجال بالشام سب الشهيد ابو ضياء دي ان دي، وهالكلام حق مجزوم اللي خانته معه البيبي وركبت له معه قرون، فبتستنتج انفصام رامي واسلوبه. رامي ببنش خصومه بس بنفس عيوبه، فلما يحكي عن الميول بكون قصده عن ميوله. هذا المقطع بيرد على اي بانش لاين تافه حيقوله بيجي. اوكي هون عم يقول له هذا المقطع حيرد على اي بانش لاين تاني حيقوله. ليش؟ لانه رامي ببنش خصمه بعيوبه، يعني انه هو بيحكي عن عيوب الخصم لانه هو شايف انه الهيتمان عنده هاي العيوب، فبيقول عن خصمه انه مثلا اذا هو كذاب فبيقول عن خصمه كذاب، فعم يقول انه هذا البانش لاين كفيل انه يرد على رامي بكل شيء رح يقوله. فكمان اوكي بحقائق بتخزي لما يمارس التدليس، ولو كذب كان مخاف يرد عدس دكتور تي. اي كلام الله تعالى الرب الوحيد يا رخيص، انت ذليل لما تحتاج كلمات تتبيع. اوكي هون شو قال وقت الهيتمان؟ قال له انه بما انك جبت بتوقع صورة الصمد على لسانك، فانه انا معناتها انت معترف انه انا ما بيقدر لي غير كلام الله. فانا عم يقول له انه انت شو عم تحكي يعني. اي كلام الله تعالى الرب الوحيد يا رخيص، انت ذليل لما تحتاج كلمات تتبيع. كل ادعاء كاذب بصورة سقط، ليش اكتب مقطع وما من مؤمن ما حافظ صورة الصمد. صاحبك الحد كتير اوروبي وكيوت، الحاد الفاسق ما بينفي انه الرب لسه موجود. اول صحيح. ما لمس البر بسب الرب ينادي، وبغياب البحر فوق البلم كان الرب يناجي.
اوكي كمان ما بنعرف اذا هذا البانشات حقيقية او لا. عم يقول انه رامي هو ملحد او وصاحبه ملحد بتوقع، انه هو ما بيآمن بوجود الرب، ولكن هذا ما بينكر وجود الرب طبعا. بالاضافة عم يقول انه هو اوكي هو بالبلم بعرض البحر لما كان عم يطلع لجوء، فانه هو طول الوقت بالبحر كان عم يناجي الرب، ولما وصل فصار يكفر. الرقعة اختصار ترقيع الكلام، الرياض مو على القافية صار يستعين بالدمام. اوكي هو حكى كلمة الدمام بالبانش لاينات تبعه، خلينا نقول الهيتمان. فهون شو عم يقول له انه انا بالرياض مو بالدمام، بس انت جبت الدمام مشان يعني استعنت فيها كرمال تصير تجيب كلامك على القافية، فهيك اوكي نقطة سلبية. شكلك حمار كثير الان يا حبيب، هذا اكبر دليل انك ما بتعرف بانش لاين تصيب. مهووس فيني وهذا كلام لسان الحاقد، كل شي فاني بس مو قبلان غير يكون اسمي خالد. جبت اخذ حالك جايك طيور ابابيل، المايك خطر بايدي بيقلب صور اسرافيل، قزم بطوز هدئ صور وتماثيل، كبيرو بالجرد يلا يقص غصون وبساتين، مدعي مزيف تقول دموع تماسيح، بحس حاله مهمش تقول جموع امازيغ. تاريخك هالشب يمسح محلول ومناديل، بشخ عليه تقول ولد كمل صعب قناديل. تمطير وقرون شياطين، هاد مجني هي وجوه خنازير، 3 ألحان حيصوم اسابيع. اوكي عمل له 3 ألحان حيصوم اسابيع. انه شاري ودافع حق 3 ألحان، فهو ما عاد معه ياكل الشب. اوكي حلو هذا البانش لاين، انه لما بالجولة الثانية الهيتمان استخدم 3 ألحان بالديستراك تبعه. بيع كلمات انا فنون اسابيع، قلب الاسطور سهل. اوكي تبيع كلمات انا فنون اسابيع. الابتكار هون بيكون فيصل، انا بفلس قوافيك تقول اسطور قانون قيصر، عم ربي فيه المشهد هالحرامي مو غريمي، كسر ايده عما يشحد هاد مرامي هاد ريمي. طبعا بشوف حالي وسيم قدام هالخنتير. اوكي طبعا عايروا بشكله الهيتمان للكالي كالي، قال له انه واو انت كتير جميل وانت اجمل واحد بالسين ومن هالقصص. فهو يعني انه نوع من خلينا نقول عم يقفل عليه بصراحة. فهون عم يقول له اوكي انا بشوف حالي كتير جميل قدامك يعني. لازم ركن الدين حتى بعين امه خنزير، وجه اللطيف بيساعدني يتحرك خلفك، خلص العنف بتشوفه بس تكون عندي مربط بها الغرفة. اوف سكوتروم على البيت. اوكي البيت شغل سكوتروم. طبعا سكوتروم من 3 سنين مو سكوتروم هو اليوم. سكوتروم اليوم هو اقوى بمراحل من الناس من سكوتروم اللي كان يعمل بيتس من 3 سنين. ما حدا لاحظ انه القاتل بحال الدفاع، 6 دقايق بس يحاول يناور البنشات، عبقري البنش بيطلع من تمي فالت ومرتاح، وهو عم يكرر حكي للسارق للابداع. واخيرا فات على بيت شوي سريع، ما ضل بنفس الريتم تبعه. حلو. ابو الفرن غدر الصحبه، باع الخبز والخبايز، بدل الدبل بفجر وشك بالخمس والخمايس، انت والرقعه اي كي اي الخنث والخنايس، شيطان الحمامات اي كي اي الخبث والخبايث. اوكي هو بيقول عن حاله شيطان الشعر، فانه شو قال له هون؟ قال له شيطان الحمامات اي كي اي الخبث والخبائث. اذا املس الملمس انا هجاء مدنس مألمس، لابس رداء اسود مقلنس، الاحول رفقاته بيتخبوا اذا جاء تشنج وخنص. فجرك كان ترى تمون يوم بلبنان، هالفلو حيضاجع هتمان كانه انطونيو سليمان. كتير حلو. هالفلو حيضاجع هتمان كانه انطونيو سليمان، وانتم كلكم بتعرفوا من انطونيو سليمان اكيد. جرد قال موسى خيام بالمال، شو فرقي عن تمر لو ببسط كفي بس قدام الكام، فوزك انا ونايم ادله تفوقي موجوده، عمل اقوى تراك بعمره بس لما قلد اسلوبي حط. اوكي كمان بالجولة الماضية الهيتمان جاب لحن هادي وقال انه اوكي خلينا نعمل اسلوب مثل اسلوب الكالي كالي، فهو عم بيقصد انه هو عم يبنشه. هون البنش تبعه قال له اقوى تراك إلك لما قلدت اسلوبي، فبدأ بسرعة بطيزك اسلوبك تافه بالجو، كل ما فلت منه البيت قالك هذا فاست فلو. اوف اسلوبك تافه بالجو، كل ما فلت منه البيت قالك فاست فلو. مزوخي بيحب ينشتم قرد، متعربش من هبل جرد من ركب منطرد، مفكر لما اضحك ينعمل انه عم يرد دبل، بس شو متأمل من قرد حتى باصله ما بيفتخر اي كبد،
كل يوم قضيبي عم يبتسم، كنت معتر بس هلا كل يوم عم بنتصر. نفسك قصير ولا طويل؟ انت منفصم بعد هدس، انت اللي بال110 رح تتصل. قبضتي بتتأرجح وتخفي. اوكي بعد هذا الدس انت اللي بال110 راح تتصل. في له ديس تراك بعنوان 110 طبعا للهيتمان، فهون عم يقول له بعد هذا الدس انت اللي بال110 راح تتصل. 110 بتوقع هو النجد. نور ماجيدوف شاشاني بس عميل رمضان قد يروف. بعد منشات الغرفة تزال الانتاج المرئي، تخيل الراب حياتك ويخرع عليك رابر بدوام. اوكي في الجولة الأولى صور بالغرفة، بالجولة الثانية ما كان في ميوزك فيديو بتوقع، فقال له بعد البانشات تبع الغرفة اعتزل الإنتاج المرئي، إنه ما عاد يسترجي يصور بالبيت. جزئي بعرف طفولتك سيئة من انت وصغير، نفسك حدا يقلك بفتخر فيك. هالتحدي صعب بالتأكيد، كيف بدي هين شخص بيشوف المسبة من ديكي. أكبر تشريف الرقعة، مو عجيبين زيد ميم معجبين. بعد البيف وعد شبيبة بهالقضيب، التوقيع خسارة فيه المسبة. فعلا عقلي بين رجلي لأنه عم مكتب هالدس عالسيرة، بيقول قلبه للبمب وهو BIG، وبالوصف اللحن دايم بانشات قوية. ليركس قوي جدا عند بصراحة عند الكالي كلنا بنعرف الكالي. طيب وفي بيت. I know as the career's gone for me, I mean, I just know this is what I'm good at. يخرب بيتك لما تقول رجعت سوريا على الخارطة، هذا اعتراف يا جحش انه انا اللي حطيتها من اول. اوكي عم يقول له لما تقول رجعت سوريا على الخارطة، هذا اعتراف يا جحش انه انا اللي حطيتها. دس هتمان غدا قلبا بيختنق، ليش بأفضليتي حاول اقنع حدا اصلا مقتنع. رشقتي لرشقك انت معلم الهريبة، لا حاله عقضيبة بس تسلق السلم الموسيقي. ما بلاحظ عوجوه خصومك الا البسمة. دسي في قوي بس لانه فيه اسمي، بيحكي عن ألبومي واصلا ما بيملك اي ألبوم. كيف رابر متكامل وبعمره ما غنى كورس. انا بالسعودية يا بهيم، يعني البارات الوحيدة القوية موجودة بهالغنية يا بهيم. اوكي قال له أنا بالسعودية يا بهيم، يعني البارات الوحيدة الموجودة هي بهالغنية يا بهيم. يعني إنه ما في بارات بالسعودية. هو عمل دبل مينينج لكلمة بار، البارز اللي هو بيستخدمهم بالراب، والبارات اللي هي بارات خلينا نقول أماكن الحانات. فهو عم يقول له البارات أنا بالسعودية يا بهيم، فالبارات الوحيدة الموجودة هون هي بهي الغنية. كلامك صح، ما كتبت ديس كتبت فيلم يا اخي، لانه تشويه ما كان ديس بل كان فيلم اباحي. كل غنية بقول نقا جهل بكفي شريكي، مو لانك اسمر تفكر حالك كردي افريقي. ما بدي اقول ارستقراطي بس قاطعت 3 سنين ولسه ما طلت صباطي. هدس حي صاحبك كالغبائك لاخر يوم، هيك بفوز جولتين وبتفرغ لتاني البوم. هيتمان اوكي خلص الديستراك. بصراحة كان رهيب جدا، كانت البانشات قوية جدا بغض النظر، او مو ما فينا نغض النظر انه هي صحيحة كلها او لا. في شي بانشات كانت قوية جدا صحيحة جدا، وفي بانشات كانت وهمية خلينا نقول، ولكن كبانش لاينز كانت حلوة جدا. هون الكالي طلع شوي من المود الهادي اللي اشتغلوا بطول هذا البيف، وبالتالي بشوفوا افضل ديستراك بهذا البيف بصراحة. طبعا للكالي هو افضل ديستراك بهذا البيف، ولكن حتى الهيتمان ابدع بهذا البيف. خلونا نروح نسمع ديس الهيتمان ونرتبه على هذا التراك وليتس جو. هيتمان اسمع اوكي. بيحكي اني ناكر اصلي وهو اصله من الدير، وبيقول لك من التل وهو اوطى من شي اسود من الشمس. هذا الفرق انك من كتر الشمس وشك اسود من الليل. اوكي شوف شو قال له واسمع على شو رد. قال له بيحكي اني ناكر اصلي وهو اصله من الدير وبيقول من التل. فهون هو بالبانشات تبع الكالي قال له انه انت بتنكر اصلك، فهون عم يقول انه بيحكي اني ناكر اصلي هو اصلا من الدير وبيقول عن حاله من التل. اوطى من اوكي بيحكي اني ناكر اصلي وهو اصله من الدير، وبيقول لك من التل وهو اوطى من اسود من الشمس. هذا الفرق انك من كتر الشمس وشك اسود من الليل. اوكي شو كمان قال له الكالي قال له بهداك الديستراك، خلينا نقول باخر ديستراك الكالي شو قال له؟ قال له انت دائما بتقول نيجا فمعتبر حالك زنجي. حبيبي اذا اسمر انت مانك زنجي او هيك. فقال له بيحكي انه وشي اسود من الشمس، والفرق انه انت وشك اسود من الشمس بس من الليل. يعني انه انت لانك مشموس بالليل فانه وشك اسود، مشان هيك هو مجازيا وليس
حرفيا انه وشه اسود، لا مجازيا انه هو وشه اسود من الشمسة. حرقك مثل ما اخوك الدمع بيحرق عينه، كل ما شاف ايدك الرخيصة عم تسرق من جيبه، تطلع راكد وامك تحاول تمنعك تضربها، يا سرسري دعواتها ما كانت تمنعك تضربها، تروح تحط كل شي بجيبتك عطاولة القمار، مفكر انك راس وانت مهمش مالك اسم بيناتهم، حتى اصحابك ما حدا منهم بيرضى يفوتك عالدار، عرفوا معدنك شايف مغناطيس بلحم اخواتهم، يطلع من السهرة مفلس مطفي دماغه، تصف جنبه سيارة الهيئة تطلب منه يحكي كل شي وهو خايف متخبي بتيابه، ما بيعبي عين العواين اللي من كف بيعبي صحابه، الشيخ زركه بالطبون وصار يلعب له بميوله، يصوت وصوت نحن ما انعم من اصوات الذئاب، فضوا في الدورية كلها انكسرت ضلاعه وعيونه. اوكي بصراحة ما بعرف هاي البانش لاينز اذا حقيقية او لا، ولكن ما بتوقع يعني مثل ما كنت ماني متوقع انه البانش لاينز تبع الكالي كالي حقيقية، فكمان ما بتوقع انه هون حقيقة. غضب الاهل بعت له دورية بيحبوا الشباب، رجع عبيتهم حطهم فتح سكاي بيحاكي حبيبته اللي بتعرف طبعه بيحب ينزل ليوقف قضيبه، ضلت تسبه نص ساعة وما تحرك في ساكن نص امريكي بتمل دغري قالت بيناتنا سد، رجعت لحبيبها القديم تركته يبكي بزاوية الغرفة، ترجم الرايم لتعرف كيف دوقته السم. كيف دوقته السم، ترجم الرايم لتعرف كيف دوقته السم. اول شي كل الاسطورة اللي بهاللحن كذب، كل دسك كذب. اوف رهيب. هون عم يثبت للجمهور انه انا مو كل شيء بحكيه او حدا غيري بيحكيه هو صح، فعمل على بيت كامل بانش لاينز كلها وهمية وكذبية، وقال لك وعملها، واخر شيء قال لك انه تنويه هذا كله كان كذب، ومثل دسك كان كله كذب، فدايم قوية جدا. حرق له كتير بانش لاينز، حرق له كل البانش لاينز تبعه للكالي كالي بهذا اللحن بصراحة. كان قديش شغلة سخيفة وتافهة تعمل فيلم هندي اخو ما والناس تصدق وتطبل وتزمر بالاشاعات. حلو. تاني شي دسك خرا، ودسك الاول احسن بكتير. اوكي. وسبب ردي اني مو قبلان شخص ما بيسوى صرمايكي يعمل اشاعات رخيصة على حياتي الشخصية لانه افلس بالراب. وثالث شي من هاللحظة لآخر الدس كل حرف رح ينحكى حقيقي 100%. حلو. خود 3 أسابيع عم تحرق مخك تاخد رد ب3 أيام، صوبي ما كنت تتحرك كنت راميك بحقل الألغام، فشلت بالراب. عم يقول له انه ب3 أسابيع عم تحرق مخك بتاخد رد ب3 أيام، فالواضح انه الدس الثالث تبع الكالي اجى بعد 3 أسابيع من الدس الثاني تبع الهيتمان، فبعدها ب3 أيام فقط الهيتمان نزل الدس الثالث، فقوية. حاولت تاخدها على صعيد شخصي شو ما قالوا لك صدقت بشخصيتك بضعف بان، بعرف ندمان الان لانه الهيت راجع بيقوله كان سكران وقت قال انه الهيت اخذ اسطوره، يلعن مبدأك المخنزر اللي بعته بسطر رخيص حتى يهاجم هيتمان قبلان يدافع عن كولو باول دس بضاجع. اوكي هونيك قال له انه انت سبيت الكولو او لانه عنده مبدأ معين، فهون عم بيقول له كرمالي هاجم الهيتمان قبلان انه يدافع عن كولو. حلو. ذئب من دمه ببانش لاين بالتاني بين هو والذئب بوضعية 6-9، هذا إلك ديد لاين ساكب دمك كريد واين، الدمام ترقيع كلامه بسطر الفيلم ما حط رايم، انا رديت البانشات انت اللي عم تناورها، انا اللي بايدي الحقائق انت اللي عم تزورها، منايك السين فلتوا اكتر من ستيانة عهرة، ما في غير البعص من اسمي بهالكرخانة ليوحدها، هادي هيص هادي عرس والثالث ماسك طبلة، يكشف الغامض والمثير كالي بالراب عجوبة، اذا كنا محتلين ودفعنا تنظيم حفلة حسابات كنا بتنحسب على حساب الحكومة. اوكي هنيك قال انه هو طلع بحفلة على حساب الحكومة، فقال له اذا كنا محتلين ودفعنا كرمال نغني بحفلة، فبرأيك انه قلت انه نحن طلعنا على حساب الحكومة. كنا محتلين ودفعنا لتنظيم حفلة حسابات كنا بتنحسب على حساب الحكومة. سب الاهل على الفيس كان سبب كف القهواتي، مو خسارة الباتل لانه اصلا ما غنى الشاب الثاني. نحن اوكي كمان حكى على القهواتي انه سبه او انه طلع دس تراك عليه ومع انه هو بيقربه، فهون عم يقول له انه سبيته خلينا نقول للقهواتي، مو لانه انا خسرت منه بجوله، لا لانه هو سبني على الفيس. ما بنسكت عم سبه فخبر الديوث انه بس نلقطه رح نصور فيه الجزء التالي، رح
طب وينه ردي عفلان؟ يخسى اذكر اسمه بعد ما خسرته تحدي اعتزال، دسك تكرار بنشات وهمية ما هزت شعره، اتصلت على 110 لاطلب لك الاسعاف. الو عنا ولد. اوكي هونيك قال له انت بعد هالدس رح تتصل على 110، فهون عم يقول له اتصلت على 110 بس لاطلب لك الاسعاف. محطم ما عم نقدر نفهم شبه، مرة ربا مرة تقي نازل بالراب جهاد، صار يخبص أوكي. بخرا كلامه بيرد على كلامه، لو ما قال انه ربا ما جبنا سيرة الالحاد. لحن اوف كلامه بيرد على كلامه لما قال انه ربا ما جبنا سيرة الالحاد. فدايم حرق بنشات كتير بصراحة الهيتمان أنا بتسك للأسوأ حرف مسار البيف سيء لدرجة حسيته بعد التسجيل اختار البيت. انت عم تضرب بنشات راكبتك ومخلفة عجز، مو انت قبح متخفي ورا جمال فن جميل. جمهوري شاف حقيقتك من أول سطر مقتول، جمهورك عبيدي رفعوا يقولوا عن الشكل الأسلوب، أفلس انضغط من الناس فصار يصور ويشهر. قل عن عارك يا متخلف حتى كشخص مو متطور، يلي شهرت فيه طفل انت ساقط متطفل بالراب، حقك خرا عقلك متحجر متكرر، الشاشة بحسابات وهمية بتهدد وتهكر. حقني خلصة بفتل وشي بخليك تهلل وتكبر. اعلن عن ألبومك بطي ما انا بعطيك انطلاقة، انت مخربط بين خلق البنشات وبين اختلاقة. ناعم لدرجة ان الشفرة بايدك ما بتجرح، انت ونايم بتفوز ميلان غير بحلمك ما بتربح. اوكي الكالي قال له انا ونايم بفوز عليك، فهون عم يقول له انت ونايم بتفوزني طبعا لانه انت ما بتفوز غير بحلمك. فحلو فيا درس بس مخك بكندر تذليل، للبي اي جي ما بيتغير شو ما كان طيب البيت، مبرائي باللي عملته للبلد ولا عمري بسب شهيد، حق مجزوم بناخد الرد بصوت الدي ام تي. بيدعوا الاشراق وما بيوم شفت من ضياهن، ما نطعن بالخبز والملح الرامي والضياهن، مصدر معلوماتك خفيف فوقعك، هي سب وهي بيبي صاحبي ودعك. اوكي هون عم يرد على البنشات اللي كانت انه هو سب شهيد ضياء دي ان دي، فعطاه هون بصوت ضياء دي ان دي وقال له انه انا بعمري ما سبيت شهيد. خرج الحقيقة بشوفك متخبي مكسور، اخلاقيا كالي متن كانه متربي بمجهور، مسيلمة الكذاب خود براسك رصاصة حقيقة، نفس الرصاصة اللي لسانك عاير بموتة ابوه. اوف حاجة تمثل انك ملاك انتقل عن من شيطان بحضورك نشغل بخور، لا شماتة انا ماني مثله والله يرحم المذكور، بس هالعاق جاب الكارما اللي جبرته يحس بغيره بأبوه ما فيه ينكر فبيرميني بما فيه، مضى عشهادة دله طالما بحكي بماضي، بيضل يقول انجازات فجيت لشوف هالتاريخ، بالهادف ربح بالدسات اورتيكا شخ عسمعته، بعدها دخل بيف مع جماعة زباليح الدولة، بالبيف بصموا له بالعشرة بالبطولة طقوا خمسته، احكي له شو اللي غيبك عن السين، كان مأسور بسحر اسود بعد شحطة فودو، هذا التاريخ المشرف الصراعة وسمانا فيه، لا هذا حمار فالة جيبه لعندي براوضه، رقعة مو عجيبين زيد ميم مع عجيبين مو معجبين بس شاف لحظة زيد ميم مع عجيب عرف الصراعة وسمانا فيه، لا هذا حمار فالة جيبه لعندي براوضه، رقعة مو عجيبين زيد ميم مع عجيبين مو اوكي الرقعة مو عجيبين زيد ميم عرف الصراعة وسمانا فيه، لا هذا حمار فالة جيبه لعندي براوضه، رقعة مو عجيبين زيد ميم مع عجيبين مو معجبين بس شاف اوكي زيد ميم مع عجيبي مو معجبين. بسو من بوليود صار يحكي هندي، يا ضياء انت مو خالد انت خلد، بتحفر من تحت لتحت تضرب رجلي على الارض بتموت تحتي، تشويهك مصاب فبلشت بالسمعة تشويه، ابو الفرن زتك جوا بتلعب بالنار بتشويك، تناقض المتناقض انه يحكي بالتناقض، التناقض اللي فيني بس اقتل رابر بحييه. اوكي التناقض من التناقض اللي فيني بس اقتل رابر بحييه، يعني انا بس اقتله بس اعمل ديستراك عليه فانا بحييه كونه انا عم طلع اسمه. اوكي هيك خلص البيف بعتقد، والبيف بصراحة من اجمل البيفات اللي كانت بالسين السوري، وبصراحة البيف كان رائع جدا، استمتعنا بالثلاث جولات، صح استمتعنا بجولتين من 3 سنين ولكن استمتعنا بالجولة الثالثة هلا، وكانت من اول بيفات بالسين السوري. اكتبوا لي رأيكم شو في بيفات حابين اعمل عليها رياكشنز قريبا، وبصراحة اذا حبينا نحكي عن هذا البيف فانا بشوفه محسوم للهيتمان. الهيتمان كان عم يرد بطريقة كتير ذكية على كل شيء بانش لاينز عم يعملها الكالي كالي، رغم انه الكالي كالي عنده اسلوب خاص بالكتابة، عنده اسلوب خاص على البيت، ولكن بشوف انه لا محسوم للهيتمان هذا الديستراك، كان افضل ديستراك بصراحة الثالث للكالي كالي، بس هون الهيتمان قضى عليه، وخصوصا على اللحن الاول لما حكى شيء كذب
وبعدين قال له انه انا كل شيء كنت عم بحكيه كذب، بس عم ورجيك كيف انت فيك تقنع الجمهور بشيء ويقعد يطبل ويزمر واخر شيء يطلع حكيك كله كذب. فهي كانت نقطة كتير ذكية من الهيتمان. وبس هيك يا جماعه، وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكيد ما تنسوني من دعمكم باللايك والشير، واذا انتم اول مره بتشوفوني طجوا اشتراك يا غوالي، فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم مني كل شيء جديد. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، تتفقوا معي بالراي ولا لا انه الهيتمان هو اللي كان خلينا نقول المكسب معه 3-0 بصراحه. بشوفها انا بالثلاث جولات كسب الهيتمان، انا هيك بشوف. روحوا شوفوا الفيديوهات الثانيه اللي منزلها القديمه اللي هي عن الجوله الاولى والجوله الثانيه، راح احط لكم الروابط بصندوق الوصف. وهيك بنكون خلصنا من هذا البيف. بشوفكم بخير وصحه وعافيه، سلام. اخبار الراب سين من هون اسمعها كلها بدون تحيز، بعطي رأيي بكلمة حق بدون مجرح بكل تميز، بحكي رأيي الشخصي بس فما في داعي تنحمق يا مان، عندك اي رأي مغاير احكي وعليك الامان، عندي حلم شوي بعيد بس ماله مستحيل علي، وجودكم جنبي بيخليني استمر بالشغل البنتي، بعطي وبعمل كل شي فيي حتى ارضي ذوق الكل، لا تنسوني من دعمكم تقبشوني انتو الكل.